كثيرا ما نسمع في عصرنا الحالي عن ظهور فتن، ومن أهم الفتن التي تنبأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان هي فتنة الدهيماء والأحلاس وخروج الدجال. فما هي فتنة الدهيماء؟ وكيف بدأت؟ وكيف تنتهي؟ في حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر يقول: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. رواه أبو داود وأحمد، صححه الحاكم. روى نعيم بن حماد المروزي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تأتيكم بعدي 4 فتن: الأولى يستحل فيها الدماء، والثانية يستحل فيها الدماء والأموال، والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والفروج، والرابعة صماء عمياء مطبقة تمور مور الموج في البحر حتى لا يجد أحد من الناس منها ملجأ، فتطيف بالشام وتغشى العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجليها، وتعرك الأمة فيها بالبلاء عرك الأديم، ثم لا يستطيع أحد من الناس يقول فيها مهمه، ثم لا يعرفونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى. في المستدرك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إن الله بدأ هذا الأمر حين بدأ بنبوة ورحمة، ثم يعود إلى خلافة، ثم يعود إلى سلطان ورحمة، ثم يعود ملكا ورحمة، ثم يعود جبرية. تكادمون تكادم الحمير أيها الناس، عليكم بالغزو والجهاد. وأعلم أن الفتن هي ما يقع في الأمة الإسلامية من بلايا ومحن من أبنائها بعضهم من بعض، وأما الملاحم فهي حروب الأمة الإسلامية مع غيرها من الأمم الكافرة، والله أعلم والهادي للصواب. من قول عبد الله محمد بن دايل. وفي خلاصة لهذه الفتن نجد أن فتنة الأحلاس، ففي الفتنة الأولى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحل فيها الدماء، وهي فتنة الأحلاس. كانت في عهد الخلافة الراشدة، وقد بدأت بعد موت سيدنا عثمان رضي الله عنه. بعدها جاءت فتنة السراء يستحل فيها الدماء والأموال. جاءت في عهد الملك الملك العضوض على يد بني أمية عن طريق الاستبداد بالمال والحكم لهم دون بقية الأمة، وتبعهم على هذه السنة بنو العباس. وبعدها تأتي فتنة الدهيماء، هي الفتنة الثالثة التي تنبأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستحل فيها الدماء والأموال والفروج. وكانت في عهد الحكم الجبري. تجمعت الحملات الصليبية في ضد العالم الإسلامي، وكان يحكمها في الدول الإسلامية كان يحكمها العملاء خونة وأمراء يحاربون الدين. ثم يأتي بعدها كما تنبأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الفتنة الرابعة: صماء وعمياء مطبقة تمور مور الموج في البحر حتى لا يجد أحد من الناس منها ملجأ، تطيف بالشام وتغشى العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها، وتعرك الأمة فيها بالبلاء عرك الأديم، ثم لا يستطيع أحد من الناس يقول فيها مهما، ثم لا يعرفونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى، وتتجلى في ملاحم آخر الزمان. حرب من بعدها تأتي حرب كنز الفرات وحرب كنز الكعبة. تتجلى حين انحسر وفد من الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتلون عليه حتى يقتلوا من كل 9 7. يقتل عند كنزكم هذا 3،
كلهم ابن خليفة ثم لا يصل إلى واحد منهم، وبعدها تأتي الصيحة والهدنة، لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث. وبعدها يأتي اختلاف في الناس والملحمة الكبرى. يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق. خبر منازل المسلمين يومئذ لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق. وبعدها فيقاتلونهم بنا 3 لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون القسطنطينية. وفتح القسطنطينية بعدها خروج الدجال. وفي خروج الدجال نجد أن في كل مرة يتشكل جنين في رحم امرأة من بني إسرائيل عند نزول الرسالات ليفتن كل الأمم في دينهم ويضلهم ويصدهم عن شرع الله الحق. فالدجال هو هجين بين إنس وجن، يتمثل بشخصيات وأدوار مختلفة عبر التاريخ، مدعيا الإيمان والصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية فيقول أنا ربك، فتغشى عينه وتقطع أذناه ويكتب بين عينيه كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفر. وأنصحكم بقراءة سورة الكهف، خصوصا الآيات 10 الأوائل للوقاية من فتنة الدجال. لننتقل الآن إلى غضبات أي أبعاد الدجال 5 في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي فتنة الأحلاس البعد الأول كسر باب الفتن بمقتل الفاروق عمر بن الخطاب. وقد جمع ابن صياد كل البيانات عن الصحابة ونقاط ضعفهم ودرس وردود فعلهم بعد الفتنة. حينها بدأ عبد الله بن سبأ وحركته السرية بالتشكيك بولاية عثمان بن عفان الخروج عليه وقتله. وتتابعت أمواج الفتنة الكبرى، فتنة الصحابة، حيث قتل فيها الكثير من الصحابة رضوان الله عنهم جميعا، والتي لم تهدأ إلا بتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولكن سرعان ما اشتعلت مرة أخرى بقتل الحسن رضي الله عنه، فهي ملاصقة لأمة كحلس البعير وصولا للموجة الأخيرة منها، وهي الفتنة الحالقة التي لا تنطفئ إلا بقدوم المهدي الذي سيستلم على يديه هذا الشرخ فيوحد الله به الأمة. وبعدها يأتي البعد الثاني وهي فتنة السراء، الخلافة الإسلامية وفتح القسطنطينية. بدأت محاكم التفتيش والتنصير بعد سقوط الأندلس في عام 1493، ثم اشتعلت الحروب الصليبية 1500، وما أن قامت الثورة الفرنسية سنة 1789، وانتشرت الحروب الفكرية الإلحادية حتى اشتعلت الحرب العالمية الأولى سنة 1914، لتنتقل القوى العظمى لبريطانيا والتي قسمت على إثرها البلاد الإسلامية باتفاقية سايكس بيكو، ففوضت القدس تحت الانتداب البريطاني تمهيدا لوعد بلفور بتهويد القدس، وجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود، حتى سقطت الخلافة الإسلامية تماما في 1966 ميلادية. وبعدها فتنة الدهيماء، الحكم الجبري للقدس. باشتعال الحرب العالمية الثانية انتقلت القوى العظمى إلى أمريكا ودول الحلفاء بتأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، وفاض المال في دول النفط وعلى البنيان، وسقط الجهاد، وضاعت القدس 1948 ميلادي، وما إن بدأت سنة 1979 ميلادي حتى اشتعلت الثورة الإيرانية مرورا بمعاهدة مصر للسلام مع إسرائيل واستحلال البيت من قبل أهله بحادثة جهيمان، ثم حرب الخليج،
والغزو السوفيتي لأفغانستان ومجزرة حماس بسوريا. وبعدها تأتي الفتنة الرابعة الإسلام ملاحم آخر الزمان. تمدت الملاحم والحرب ضد الإسلام حتى في قلوب المسلمين منذ أحداث 11 سبتمبر وغزو أفغانستان والعراق بدعوى الحرب ضد الإرهاب، مرورا بالثورات العربية والحروب الأهلية، وصولا للحرب العالمية الثالثة هرمجدون أو حرب كسر الفرات أو كنز الفرات أو كنز الكعبة، لتنتقل القوى العظمى لإسرائيل وتنتهي بالملحمة الكبرى ونصر المسلمين بقيادة المهدي، ثم إعلان الخلافة الإسلامية بالقدس. وفي آخر الفتن في البعد الخامس خروج الدجال، خلافة على منهاج النبوة، فتح القسطنطينية. وما أن يعلن المسلمون خلافتهم بالقدس وينتقلوا لفتح القسطنطينية، يغضب الدجال غضبته الأخيرة ويخرج من خراسان ومعه سجون 1000 من يهود أصفهان، ويظهر لنا في بعدنا الخامس لنراه بشكله الآدمي، يدعي الإصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، فيطمس الله عينه اليمنى ويكتب بين عينيه كافر، يراه كل مؤمن، وينطلق في كل الأرض إلا مكة والمدينة، فإن عليها ملائكة يحرسونها، كذلك لا يدخل مسجد الطور ولا المسجد الأقصى، ويفتن معظم الناس بما معه من أنهار ماء وجبال طعام، حتى ينزل المسيح عيسى رضي الله عنه بدمشق ليقتل الدجال عند باب لد بفلسطين، ويقاتل المسلمون أتباعه من اليهود، لتنتهي بذلك أعظم فتنة في تاريخ البشرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمكث في الأرض 40 يوما، وأيامه يوم كسنة ويوم كشهر، وأيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وبقية أيامه كأيامنا. وفي الأخير لنستخلص بعض الآيات 10 آيات قبل قيام الساعة، وهي: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف في جزيرة العرب، وخسف والدخان، وخروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، دابة الأرض، طلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن. هي 10 علامات بينات من عند الله سبحانه وتعالى ومن صنعه وتدبيره، لا من صنع البشر، وهي آخر ما ستشهده البشرية من علامات قبل يوم القيامة، وتأتي تباعا واحدة تلو الأخرى بفارق زمني متقارب نسبيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: خروج الآيات بعضها على إثر بعض، يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام. فالآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة. ونرى أن الطارق هو أمر الله الذي سيفصل بين العلامات الصغرى والكبرى، فهو السبب الرئيسي وراء العلامات الكونية الكبرى. وقد اختلف العلماء في ترتيبها، لأنهم لا يقفوا على نص صريح يجمع هذه العلامات مرتبة. لذلك نحن جمعنا كل الأحاديث التي تكلمت عنها وتوصلنا إلى هذا الترتيب بتوفيق من الله وحسب رؤيتنا للأحداث المعاصرة، بحيث تأتي بوصول الطارق للحضيض الأرضي بهذا الترتيب. وفي الأخير نذكر بالأحداث المرتبطة بظهور المهدي. يخسف بالجيش الذي يغزو المهدي عليه السلام. أولا الخسف بالجيش، ثانيا بيعة المهدي، يبايع المهدي بين الركن والمقام، وبعدها اقتتال عند الكعبة، يقتتل 3 كلهم بنو خليفة على الملك حول الكعبة، وبعدها يقوم انقلاب في مصر، يقوم جبار مصر بالانقلاب على حاكمها الشرعي، ويعيث في مصر خرابا. بعد الانقلاب في مصر تتم الفتنة الشامية، تبدأ فتنة الشام، يلعب أطفال في مدينة درعا، ثم تطورات الأحداث، وبعدها حرب اليمن، وبعدها حرب على اليمن، ويوجد زعيم في هذه الفترة اسمه المنصور، وبعدها موت خليفة العراق، اقتل خليفة في العراق، ثم تشيع الفوضى بعده بين الناس، وبعدها وأخيرا حادثة جهيمان التي سيعود بالحرم فيها محمد بن عبد الله القحطاني، ثم يقتل بالسلاح. وفي الأخير نختم علامات الساعة. كانت هذه الأحداث المرتبطة بالمهدي الذي سيعود في آخر الزمان. ومن علامات الساعة التي نعيشها في عصرنا الحالي، وهي الثورة الصناعية الرابعة ودمج الإنسان بالآلة والذكاء الاصطناعي.
عبارة عن شرائح ذكية بتقنية النانو تكنولوجي متناهية الصغر تزرع داخل جسم الإنسان، يتم حقنها داخل نواة الخلايا بالتثقيب الكهربائي حين يقومون بتوصيل تيار كهربائي بإبرتين مع اللقاح لإحداث ثقوب داخل الخلايا تسمح للجينات بالعبور لإنتاج بروتينات التي يفترض أن تكون هي المناعة المكتسبة في الجسم. وهذا اللقاح هذا نفسه هو عملية تعديل الجينات الوراثية التي كائن حي بما يعرف بالهندسة لتصبح بشرا ملقحين جينيا ومعدلين وراثيا كالمسخ هباء من الناس. فهذه الثورة الصناعية الجديدة التي يسعون إلى تطبيق تقنياتها لن تغير ما نقوم به من أعمال فحسب، ولكن ستغيرنا نحن وستحولنا إلى مسوخ بشرية بلا عقل ولا إرادة حقيقية نقتل بعضنا بعضا. خلق نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر تحكما واستعبادا للبشر، فلن نكون حتى قادرين على التحكم في أفكارنا أو عواطفنا، سيفعلون ذلك بالنيابة عنا عبر شبكات 5G الأكثر تطورا ونفاذا لنواة الخلايا الدماغية. فهل ستكون هذه هي المرحلة الأخيرة من فتنة الدهماء ما قبل خروج الدجال، والتي سيشتد فيها البلاء حتى ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر؟ لا يستطيع أحد يقول مهما الله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله إن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله وما معنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان يخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري: وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم، وأيم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. صحيح الجامع.